هو هذا وجد كسكسو. اليوم عندنا كسكسو غادي نديرو بالملفوف كيليق الناس ديال الحميه. عندنا واحد الخيط درت ديال الدجاج. غادي ناخذ زيت عود ونزيدو. بما اني مريضه بمتلازمه الجفاف شكرا، بعد حميه قاسيه الحمد لله تخلص من الادويه، وهذه هي اللي خلاتني هاد الخضر الصليبيه وهاد طرق العيش اللي متبعه غيرت نظامي ديال حياتي كلها. فالحمد لله نفع. حيدات لي الطبيبه ديال الطب الباطني بادويه بلاكينيل، ديرت الادويه ديال الالام. الحمد لله. ديال الريق كنت كندير 4 الفنيدات صلاجين بالنهار، الحمد لله بقيت كنقص دابا بوحده كل يومين او مره حسب النفسيه، نهاريه نهار لا، نهار متابع نهار. الحمد لله صمت هذا العام بخير وعلى خير بلا ادويه، واخده حبس الدويات بامر من الاطباء ديال الاكتئاب، ديال متلازمه الجفاف لاكينيل. الحمد لله بخير وعلى خير. ولكن بهذا النظام الغذائي هنا عندي بصيله ومطيشه حكيتهم. اللي كيسول على المطيشه واش كدار ولا ما كدارش، انا ما عنديش الحمد لله دابا التهابات كندير مطيشه. شاركت معكم اليوم الجمعه، شاركت معكم الكسكسو اللي كندير الطريقه اللي كندير. عندي قناه شورت في تيك توك وعندي قناه شورت في اليوتيوب، واليوم درت هذه القناه من البارح بديتها لان بزاف الناس ما عندهمش تيك توك، ما كيلتحقوش بيا المجموعه، فقررت اني ندير لهم هذه القناه باش يبقاو يلقاو ويعم الخير للناس بزاف. تندير شويه البزار، ما كنكثرش بزاف البزار البنات غير باش يتفاعل الخرقوم. صلاة الجمعة راها قيمت. عندنا شوية ديال الخرقوم، تندير الخرقوم البنات، الكركم بيتو باش يعالج الالتهابات. عندنا سكينجبير ضروري منه، كندير قعقله وبسيبيسه. هادي الكوكوت ديال ولادي كسكسوهم بوحدو وكسكسويا بوحدو، كل واحد وشغلو. عندي قعقله الهيل عزيز عليا في الطياب تنبغيه. عندي بسيبيسه تاهي نديرها، ها هي. هاد كسكسو ديال الملفوف عوض ما ندير سميد كندير الملفوف بواحد الطريقه اللي غادي تشوفوها وغادي تريحكم، وبنين كيتسابقوا معايا عليه وليداتي. مليحه. كندير الملحه ديال البحر، ما تنكثرهاش بزاف، نقلي هاد الشيء ثم غادي نسقيه غير باش يتشرب هاد الدجاج. باش يتشرب الدجاج خلى دابا شويه، نضيف الماء، هادي دايره نظام كيتو معتدل. كيتو بوحدو ما نفعنيش، ضفت ليه شي حوايج اللي خاصينا من ناحيه الالياف كلها، ودرت الشحوم واللحوم ضريت، تقال عندي الدم كتر تقال، فدرتو نظام كيتو معتدل نفعني الحمد لله. ندخل شي حوايج، عندي شويه الملفوف غادي نديرو، الخضيره ديالي عاديه بحال اللي كنديرو. ها هما غادي نطيب هذا الملفوف مع الدجاج لان كيشد الوقت. شويه تاع خيزو حتى هو نطيبو، خيط غير غيطيب داكشي علاش ما درتوش بوحدو.
دغيا غادي يطيب ما يتعطلش. لهذا درت معاه الخضيره ديالو، ماشي مشكل. باش ندوزو نقطعو الملفوف باش غادي نديرو بحال السميد. كيجي زوين صراحه، غير جربوه، بنين بحال الكسكسو، نفس مذاق الكسكسو. من بعد ما غسلت الملفوف كنقطعو على 4 ونحيد منه هاد اللب اللي كاين هنا. غادي نديرو نقطعو ونديرو في الهشوار. بهاد الطريقه كنقطعو وندخلو الهشوار يطحن. نساعدها باش يجي ساهل في الطحين. كنكثرو لان كيبغيو ياكلوا معايا وليداتي منه. غادي نطحنو في الهشوار بهاد الطريقه. كنطحنو ما نكثروش حتى يطحن شويه وزيد. هي هذه حتى كتكمليه كله. قلت لي غادي نكملو هنا الملفوف. شفتوا كي ولا هو هذا الملفوف. الان غادي نخدم به، ندير فيه الزيت والتوابل ونخدم به. هنا كندير لولادي القريعه طابلين مغسي، كندير لهم القريعه الفول. هذا الكسكس ديال الدراري وهذه الكسكس ديالي. نزيد الفلفل وكنجلس معاهم، هما ياكلوا ديالهم وانا ناكل ماكلتي. هي هذه. هنا غادي نزيد زيت العود باش يتسحر ويهبط. الكسكس ديالي كان خصني نطفيها باش ندير القريعه. قلت لكم دايره نظام كيتو معتدل، كناكل القريعه كناكلها. هي هذه الخضيرات ديالي، دايره القريعه الطيليه شويه مطيشه كناكلها. عندي هنا القريعه كورجيت، عندي حتى الجلبانه والفول دايرهم. لهذا قلت لكم دايره نظام كيتو معتدل، ماشي كيتو كامل. غادي نبدا نقليه، خاصو يهبط. وممكن طيبوه في كوكوت من يتقلى، تسدوا عليه في كوكوت دغيا وجد. حتى دابا نيت انا غادي نديرها، غادي غير نقليه نشحرو نديرو في كوكوت يطيب باش يموت في الطياب مزيان. يدار في الطياب مزيان، يكون رطب ما يجينيش قاصح، يدخلوا الطياب. هنا غادي نخليه يتشحر على خاطرو. هاد الطريقه كتجي زوينه. عندي التوابل اللي غادي ندير شويه سكينجبير، شويه قرقله وبسيليسه، غير شويه الشهد،
الملح ما كنديروش فيه هنا. بديت شحر غير شويه الخرقوم. عزيز عليا اللون الصفر وحتى بغيتو غذاء ودواء. القزبر ديالوس راه نسيت ما درتو الكوكوت، ديروا القزبر ديالوس البنات في الكسكسو كيجي زوين. هنا شويه البزار، غادي نخليه يتشحر. نخلط مزيان. ندير فيه شويه السمن باش يعطي واحد النكهه، حتى هي نزيدوها ضروري شويه السمن. غير نسمو به يعطينا مذاق وريحه الكسكسو طلع. الكسكسو راه الا ما كان السمن هي والو. بعد ما طاب الان غادي نسقي. هو هذا كيكون بهذا الشكل. تنشفوه مزيان حتى يتحرق، يبان لكم يتحرق شويه في الكاسرونه. المرقه ديالو خليته جفت كتير، ما كيبغيش البلول، خاصو يكون فيه قليل. هاد شويه بركه قادني. هي هذه بالنسبه لي ما باغي اللون الاحمر في الكسكسو. انا راه كنضيف التحميره ديال المنزل اللي ماشي ديال الحانوت. هذه ديال المنزل هي اللي كنديرها، تنحمر بها اللون كيبان ليا ملي كتبدا طيب. تنزيدها اصلا، تندير فليفلات مقطعين حتى هما ماشي مشكل، كتعطي واحد اللون وحتى المذاق زوين كيكون فيها. فبقى لي دابا غير نسكيه. هو هذا كسكسو وجد كسكسو، يا هو كسكسو بلادي، راه هو بالصحه والراحه.